يوم بقى من نفسنا نصيف في اسكندريه، بس طبعا عارفين الشواطئ زحمه عامله ازاي، فقلنا نيجي شاطئ ايه في المنتزه. ماشي. الولاد بقى قبل الدراسه وقبل ما يبداوا الدروس. الجو النهارده يعني حر جدا، بس الجو برضو الحمد لله عندنا نسمة هواء جميلة رغم الحر. المنتزه طبعا زي ما احنا عارفين تكت الدخول دلوقتي ب65 جنيه. هندخله ان شاء الله الرويال بيتش اللي هو الشاطئ الملكي. الجولف كار فري قدام الATM، فاحنا هنروح ونقول لهم ان احنا رايحين الشاطئ، فبتبقى الجولف كار فري مع الشاطئ. يلا بينا، هيا يا حبايبي. الله، يلا بينا قدام الATM. هاي الATM تعالي. الشاطئ الملكي كومبليت يا جماعة، فاحنا رايحين وهنشوف هنخش شاطئ ايه، عشان احنا دلوقتي الساعة 3 تقريبا، فهو كومبليت من الساعة 12. الشاطئ بياخد عدد محدود، تمام، فاحنا رايحين الساعة 3 فكان خلاص بقى كومبليت. فاللي عايز يروح الشاطئ الملكي 500 جنيه لازم ينزل بدري، يعني 10 11 بالكتير يكون هناك في عند الشاطئ، لان هو قال لنا 12 كان خلاص كومبليت. تمام كده، بيبقى ليكوا الجولف كار بتوديكوا فري. احنا بقى مش عارفين رايحين اي شاطئ، فاحنا اخدنا الجولف كار على حسابنا، والجولف كار طبعا 30 جنيه الفرد. احنا هنخش كراون بيتش ماشي النهارده ان شاء الله. تمام، هو ده ب1000 الفرد لحد 3 افراد، لحد 4 افراد كبار وطفلين صغيرين. تمام، وطفلين صغيرين. تمام، ده جديد اخر الكوبري. انا رايحه احجز، انا شفت الشاطئ ال1000، انا رايحه احجز كده. ريكس السنيك برضو ب1000. التيكت هنا حد اقصى 4 افراد ومعهم طفلين 3000 جنيه بداية من فردين. تمام، 3000 جنيه. ده جديد اسمه كراون ايلاند. يلا بينا. هنقعد في القريب كده ناحية الخدمات. لا خلينا في الهادي هنا. ما فيش هنا صف أوي. مش هنقعد هنا قدام كده شوية. تمام. بياخد رقم تليفونك والاسم والبطاقة، تمام، الرقم القومي يعني بتاعك، كل حاجة خلاص، وبياخدك بيستقبلك وبياخدك طبعا في المكان اللي انت هتقعد فيه. الستاف محترم جدا جدا، المكان تحفة جدا جدا جدا. انت قاعد في الساحل الشرير، مش قاعد في اسكندرية. زي ما قلت لكم اخدنا، انا هنا كده قعدت على الشезлونج ومددت وحطيت البشكير على رجلي، قلت ايه اخدهن من الشمس والحر. الميه كريستاليه تحفه. زي ما بقول لكم الاستاف محترمين جدا جدا. لو محتاجين اي حاجه، على فكره في كباين في بيسين، هسيب لكم رقم الحجز او اي استفسار في اول تعليق مثبت عشان لو حابين تستفسروا. انا عديت على شاطئ المنتزه باي اللي ب300 جنيه، بس كان زحمه جدا جدا، ما اقولكوش يعني ما فرقش حاجه عن الشواطئ العاديه. فانا الحقيقه انا عايزه، يعني عايزين نقضي يوم استجمام، فقلنا لا احنا ايه نيجي، مش مشكله، هو يوم استجمام كاننا رحنا يوم الساحل. انا عارفه طبعا ان هو غالي، بس انا نقلت لكم التجربه، يعني يوم خروجه لينا فقلت اصورها وانقلها معاكم. تمام كده. دي الاجواء، وكنا مبسوطين الحقيقه جدا جدا. الكباين اللي هناك دي اللي ورايا، تعالوا بقى ايه نشوف الميه ونقرب. مؤمن نزل يستمتع، وانا كمان طبعا بحر اسكندريه يعني لازم طبعا انزل البحر دب. استمتعوا واتبسطوا. تمام، يعني خدوا راحتكم يا جماعه واستمتعوا، ما تقولوش بقى احنا كبرنا، لا ما ينفعش. على فكره هناك في برايفسي، كل واحد في حاله، يعني كل اسره او كل عيله او كل اصحاب مع بعضيهم، محدش بيبص على حد ولا حد ليه دعوه بحد، وفي مسافه بين كل شمسيه والتانيه.
فبجد الاجواء جميله جميله. هنا بقى بوريكم غرفة تغيير الملابس والحمامات نظيفة جدا مكيفة. على فكرة الشاطئ فيه واي فاي هنا، وانا خارجة من بعد تغيير الملابس وكده. الشاطئ فيه واي فاي، بتاخد الواي فاي بتاعك بتفتح نت عادي. في بابلو مطعم وكافيه موجود لو محتاجين تطلبوا غدا. ممنوع الدخول بالمأكولات، بس زي ما قلت لكم احنا اخدنا معانا يعني سناكس وطلبنا اكل هناك. تعالوا بقى كده انا بوريكم بقى باقي الشاطئ وباقي الاجواء. بجد القعده جميله جدا جدا. من امتى يا جماعه؟ من الصبح تمام لحد الساعه 8 مساء الشاطئ شغال ونزول الميه شغال عادي خالص. بعد الساعه 8 بيخرجوهم من الميه، ومتاح بقى القعده ودي جي لحد الساعه 10 مساء الخروج من الشاطئ تمام. الاكل طبعا يعني زي اي مطعم بره، 14% ضريبه، 12% خدمه. لازم اعمل سيشن كده. الاكل حلو قوي قوي، لان الاكل تبع بابلو تمام، فهم اساسا مطعم وكافيه معروف يعني. فالحاجه جميله جميله، غير الاجواء بقى غير اجواء غير تمام، جميل جدا جدا. من جمال البحر نزلوا المية تاني بعد ما قالوا مش نازلين. المية جميلة جدا جدا. على فكرة مش لازم نروح شواطئ غالية. اسكندرية بعد بداية العام الدراسي كل شواطئها بتبقى بالمنظر ده، وان شاء الله احنا متابعين معاكم وهنصور لكم، يعني متابعة معاكم وهصور لكم شواطئ اسكندرية العامة العادية جدا جدا. بس زي ما قلت لكم يوم بنقضيه فقلت انقله لكم. اسكندرية جميلة، ميتها جميلة، بحرها جميل. بس الزحمة بتعمل عمايلها، يعني الزحمة في أي مكان بيبقى زحمة ومفيش نظام وهرجلة وسلوكيات غلط، فكفيل يشوه أي جمال. لكن اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، جميلة يا بلدي. تعالوا بقى أوريكم الكباين واحنا ماشيين بقى. خلاص ماشيين، دي كده الكباين تمام اهي، بتبقى قدامها شمسية كابينة وترابيزة وأربع كراسي والبيتش قهوة. اليوم جميل جميل غالي بس روعة، يعني بدل انت وفرت، بدل ما تروح الساحل أو تسافر في أي حتة قضيت يوم في اسكندرية رائع. والدش اهو هناك، وفي طبعا حمامات واللوكرز تغيير الملابس. واحنا ماشيين بقى الجولف كار كانت موجودة طبعا بتودينا للبوابة فري. هتقولي يعني هي جت على دي، يعني كل ده دفع؟ لا هي جت على دي، معلش حقك لازم تاخده. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم. جيجي رضوان.